السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بنشوف الاحداث اللي بتدور حوالينا في سوريا والبلاد العربية. ربنا يحفظ بلادنا وبلاد العالم يا رب. سمعت ان التلفزيون السوري طالع يقول تجنبوا السيناريو المصري. طيب، هو انا عايزه اقول لكم حاجه. هو انتوا طبيعي هتتجنبوا السيناريو المصري لسبب. انتوا ما عندكوش رجاله علشان تحمي بلدها، ما عندكوش رجاله علشان تعمل لكم سيناريو جديد، فطبيعي ما تعرفوش تعملوا السيناريو المصري نهائي. لو بتعرفوا تمشوا على نهج السيناريو المصري كنت حافظتوا على بلدكم ما تقسمتش، كنت حافظتوا على بلدكم ما تقسمتش، ما كنتوش سمحتوا لاسرائيل تبقى موجوده في بلدكم دلوقتي وعماله تضرب 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 وتاخد اللي قدامها، عماله بتهد في المعسكرات بتاعتكم، الاسلحه بتاعتكم، علشان تموتكم قوي وما تعرفوش حتى يملكوا قوم. وطبعا ده كله بمساعده الحلوين اللي عملوا ابطال وقال ايه، حرروا سوريا من بشار الاسد. طبعا كلنا شايفين دلوقتي ايه اللي بيحصل هناك، مع انهم لسه بيحتفلوا، بس اللي بيحتفلوا بالتحرر ده بتاعهم بره، يعني هما اللي بيحتفلوا بره سوريا. طيب ما تروحوا سوريا وتحتفلوا، لا ازاي يروحوا ازاي واسرائيل عماله تدكوا فيهم، وفي منهم عمالين يهربوا من هناك. ده غير طبعا اللي احنا شفناهم اول مره اشوف جندي في جيش المفروض ان هو سوري، بس مش عارفه وش شكله قلب على اسيوي، صيني، كوري، اندونيسي، حاجه كده يعني، انا مش عارفه. فهرجع لكم تاني في حكايه السيناريو المصري اللي انتم خايفين منه، مرعوبين. بس انا احب اطمنكم ان انتوا داخلين على سيناريو ليبيا والعراق واليمن والسودان وفلسطين. مبروك عليكم، الف مبروك عليكم. السيناريو بتاعهم هيطلع لكم واحد من السجن، هيبقى معاه تليفون صغنن كده، تليفون صغنن، هتكلموا قناه الجزيره وهيقول لكم المرأة بكل انواعها، وعاشور بتاع الشرقيه بيأجر بلطجيه. اتمنى اعملوا رئيس عليكم، خدوه. هو ومحمد الجولاني مش زي بعض، يعني مش نفس التفكير، فخليهم رئيس عليكم. فالسيناريو المصري وحش، اوعى حد يجربه، اوعى حد يجرب السيناريو المصري، مينفعش. السيناريو المصري محتاج رجاله، السيناريو المصري محتاج رجاله، محتاج رجاله صح علشان يحطوكم في السيناريو المصري اللي هم فيه دلوقتي. السيناريو المصري اللي ساعات بتتكلم عليه وبتقول اوعى. السيناريو المصري عندنا منكم كام مليون يالا، عندنا منكم كام مليون. السيناريو بقى المصري وحش لدرجة ان هو يستقبل كام مليون لاجئ من بلدك ومن بلد غيرك. السيناريو المصري اللي بيأكلك ويشربك وانت بره، بيبعت لك مساعدات. شفت يالا السيناريو المصري عامل ازاي؟ تلفزيون طبعا السوري اللي احنا كلنا عارفين ان هو تبع وتحت ايد اسرائيل، وطبيعي ما ينفعش يقول غير كده، وتحت ايد الارهابيين، وطبيعي برضه ما ينفعش يقول غير كده. فتجنبوا السيناريو المصري، واتمنى اللي موجودين طبعا يتفضلوا بالسلامه على بلدهم، اللي يحملونا نفس التفكير الداعشي اللي انا قلت عليه قبل كده. اللي بيحب بلدي على راسي من فوق، بس برضه يا ريت يروحوا، يعني بلدهم اولى بيهم بقى، طالما بيحتفلوا بينتصروا بلدهم اولى بيهم، يروحوا يحتفلوا هناك، يحرروا بلدهم من اسرائيل، ده لو ينفع يعني. بس اللي انا شفته انا عارفه ومتاكده ان مش هيتحركوا. ايه يا مان بقى اللي شفتيه؟ شفت واحد رافع العلم الاسرائيلي والعلم
السوري الجديد اللي معرفش ازاي بلد اتغير علمها مع كل مزاج، بيحضنوا بعض وعمالين يرقصوا مع بعض، علم اسرائيلي وعلم سوري. طب احنا زعلانين ليه بقى؟ احنا نزعل عليكم ليه وانتوا الاتنين مع بعض؟ وواحد واللي طلع يقول والله عندي اسرائيل احسن من بشر. ماشي يا عم احلى، طب بيضربوا فيكوا ليه؟ طالما هم كويسين بيضربوا فيكوا ليه؟ خلاص عيشوا وتعايشوا بقى، واخواتنا الفلسطينيين انبسطوا. السوريين هياخدوا الاسرائيليين اللي عندهم، هم كده كده متقبلين ان بلدهم تبقى محتله. لا اسفه مش محتله بقى علشان ما حدش يتقمص، هي مش محتله، هي كده مش محتله، هي كده بلدهم التاني. لما السوري يطلع يقول انا عندي ايه يعني، لما المهم المصلحه، المهم بلدي تبقى كويسه وان كل حاجه تبقى متوفره لي، ايه المشكله يعني لما اسرائيل يبقى عندي في البلد ونعمل رجال؟ عشان كده انتم مش حابين السيناريو المصري، لان احنا عندنا رجاله واحنا شرفاء وما بنسمحش لحد يتدخل في بلدنا، ومفيش في جيشنا واحد جنسيه مش مصريه، ولا بلدنا متقسمه لاقاليم ولا ايه، مش عارفه اقول ايه. لا بلدنا متقسمه، ولا عندنا قواعد امريكيه، ولا عندنا قواعد تركيه، ولا عندنا اي قواعد ولا قواعد اسرائيليه. انما انتم ما شاء الله عندكم بلد متاحه ومباحه لكل حاجه. انا مش مستغربه لان اللي زيكم هرب اول ما بلده وقعت، هرب بره ما عادش حاميها. شابوه للفلسطينيين اللي قالوا لا ده احنا نموت فيها، في طبعا منهم خونه وهربوا، بس شابوه للناس اللي فيها. ربنا يحميهم وان شاء الله ربنا هينصرهم، وتاخدوا بقى السوريين ياخدوا الاسرائيليين عندهم، وكويس انتوا عندكم كرم ضيافه، اعملوا لهم كام سندوتش شاورما. بلاش تكرروا السيناريو المصري، لا للسيناريو المصري في سوريا. السلام عليكم.